السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معانا النهاردة وصفة خطيرة. هي النهاردة بقى تبقى اسمها بصل ولحمة، مش لحمة وبصل. يلا بقى نغير بقى، نديها بقى كده ايه، شوية تغييرات كده. إيه معايا كده كمية من اللحمة اللي هتقضيني طبعا، او اهل بيتي. إيه، كمية اللحمة لازم تكون في الوصفة ديت، لازم تكون قد كمية البصل. يعني لو معايا كيلو لحمة يبقى معايا كيلو بصل، لو معايا 2 كيلو لحمة يبقى معايا 2 كيلو بصل، لو معايا نص لحمة يبقى معايا نص بصل. النهاردة كده أنا معايا 2 كيلو لحمة. أنا قلت أختار وصفة كده بسيطة وسهلة. أنا عشان مش متأكدة من سليق اللحمة أو عمرها أو سواها، خدتها الأول بالسليق، سلقتها كده كالعادة، بصل وطماطم وبهاراتها اللي هي عبارة عن حبهان وقرنفل وفلفل اسود، وسبتها كده تتسلق. وقلت كده اخدها نص سوا. جيت هنا كده ايه عشان اكسب وقت، انا هغلفها بالعجين. الطاجن ده، طاجن اللحمه بالبصل ده، انا هغلفه بالعجين. غلفت، عملت له كده حته عجينه الاول عشان تخمر، عشان الوقت. عجنت كده حوالي كوبايتين دقيق. انا هما ممكن يبقوا زياده، بس انا كنت عايزه الباقي. عجنتهم كده بمعلقه سمنه وشويه ملح، نص معلقه ملح او اقل كمان من نص معلقه ملح، بشعر بيكنج باودر، بشويه سكر. وعجنتهم بمعلقه سمنه. انا حطيت لهم معلقه سمنه لان انا عايزه العجينه تبقى حلوه، يعني عشان هاخد منها حته اعملها لاولادي، اعملها يعني زي عيش كان بالاكل كده. وختمتها بالزيت وغطيت عليها وسبتها تخمر. غطيت عليها وجيت هنا كده بقى على جبت طاسه كبيره، يعني قد ايه، اكبر طاسه عندي. كنت مقطعه 2 كيلو بصل كده جوليان، وبهرتهم بالفلفل الاسود وبقليل من الملح عشان ما يصنمش، عشان انا كنت بقطع كميه. جيت كده قلبتهم بمعلقه سمنه بلدي او اي سمنه متاحه، مش تفرق. كده كده اللحمه بيبقى فيها دهون، بس لازم برضو اكرمله بمعلقه سمنه عشان ياخد منه نتيجه كويسه. وحطيت له معلقه شويه فلفل اسود كده كمان، وحطيت له معلقه سكر كبيره. هتني اقلب فيه كده لحد ما احس ان انا الكميه بتاعتي كانت كبيره، بدات تهبط معايا. هتني اقلب فيه كده لحد ما احس ان هو ايه، بدا يتكرمل معايا، بدات كده حتت دهبي تبان منه. مش هستنى ما الكميه كلها تبقى كلها حتت دهبي، او طرف تبقى فيها دهبي، لا. انا خدت بس كميه بسيطه يعني عشان ما يبقاش حامي معايا. نقلته كده في مكان لوحده. جيت كده خدت معلقه سمنه تاني مع حبه زيت، وجيت نزلت اللحمه بعد ما سلقتها، سبتها شمعت شويه كده بالشكل ده عشان ما تطشطش معايا. إيه، رصيتها كده حته جنب حته. إيه، في ناس بتعمل اللحمه مع البصل، مع الطماطم، مع الفلفل، مع الكميه كلها مع بعضها. لكن انا عشان كمياتي كبيره بعمل كله لوحده. والاحسن يعني الواحد يفصل كله لوحده احسن، عشان يعني ايه، إيه، الواحد يعرف يحط يعني بهاراته، يعرف يدي كل حاجة حقها. مش هعملها، انا بحس كده ما بعملها مع بعضها كلها بتبقى زي اليخن. فجيت هنا كده اول ما اللحمة بتبدأ تاخد لون بقوم قلبها. انا بس عايزاها كده ايه، تحميرة بسيطة كده تبقى ماسكة نفسها في قلب الطاجن. حمرتها بالشكل ده يا دوبك، بس خدت اللون اللي هو الذهبي. نقلتها بالشكل ده، نقلتها في مكان تاني. ومعايا 5 فصوص توم، بالظبط 5، قطعتهم شرايح مع قرن شطة واحد بس. انا مش عايزاها حراقة قوي، انا عايزاها بس تبقى ايه، واخدة بس تست الفلفل. معايا هنا نص كيلو طماطم، مع ربع كيلو فلفل بارد طبعا. انا كميتي هتاخد نص كيلو طماطم، لكن لو هو كيلو واحد هياخد ربع كيلو طماطم. قلبتهم كده مع بعض شويه لحد ما الريحه بتاعتهم طلعت، ريحتهم طبعا طالعه تحفه. حطيت كده بقى معلقه صلصه عشان اللون. حطيت كيس 11 بهار. المفروض كنت احط 7 بهارات، بس انا مش عندي 7 بهارات. حطيت ال 11 بهار. وحطيت مكعب مرق دجاج فوريه. حطيت له معلقه ملح قليله لان انا كنت مبهره البصل. اخدت يعني اللي يشتغل الوصفه دي ياخد باله من الملح اللي بيحطه قبل كده او بعد كده. المهم في الاخر ما احطش اكتر من الكميه المطلوبه للطاجن كله. قلبتهم كده في بعضهم كده، يتجانسوا كده من بعضهم كده، وياخدوا كده غلوه.
انا استعجلت عليهم، كنت المفروض اسويهم شويه في الطاسه بس ما سويتش. عشان كنت اطلع البصل مهري، بس انا مش بحبه مهري. انا بحب كده الحاجه تبقى ماسكه نفسها. في ناس بتحبه مهري ويطلعوه صايص قوي ومهري خالص، بيبقى في الاخر البصل ده صوص. بس انا بحب ناكله زي الخضار كده، بيبقى لسه فيه الطعم كده اللي هو بيقرقش شويه ده. فرشت كده نص الكميه كده تحت، وحطيت اللحمه كده حته جنب التانية. بوريكم انا اللون كده، حته جنب التانية. رصتهم كده رصت كده، خليت العظم لفوق علشان خاطر الطاجن بتاعي ما يتجرحش، وظبطت الدنيا يعني. واحط بقيه الكميه من فوق، بحيث ان هما ايه، ي- اللحمه تاخد الفرق من الخليط فوق وتحت. طبعا هما ما بيتغلغلوا مع بعض، بتبقى ريحتهم وطعمهم جنان. رشيت كده في رشه فلفل اسود بسيطه، وبفرش بقى انا كده بقيه الكميه اهي. بسيطه خالص وسهله خالص. بس هي بس عايزه ايه، عايزه الواحد بس كده يكون باله كده رايق كده ان هو يعملها. هو بس اللي بيزهق فيها قطع البصل. في ناس بقى بترقي البصل قوي، مش شايفاه بيبقى حلو يعني. طبعا كل واحد على حسب الاكل اذواقه، وكل واحد على حسب ذوقه. انا مسمناه شويه. جيت هنا خدت كبشتين شوربه، حطيتهم على البصل، لان كنت المفروض كنت ازود كوبايه ميه، ما زودتش انا ميه خالص. والبصل بيتشوح مع الطماطم، فزودت الشوربه بالشكل ده. كبشتين اللي حطيتهم. طبعا اللي بيعملها لو عايز كميه اكتر ممكن يحط اكتر عادي، بس انا مخليها في الاخر يا دوب الصوص طالع منها حاجه بسيطه، يعني اتاكل مع البصل. انا كده في الوقت ده كان العجينه اختمرت، وكده بططتها كده بشكل مربع. انا الطاجن بتاعي مربع، فعملتها على شكل الطاجن بتاعي. لو زادت شويه عن حجم الطاجن مفيش مشكله، ممكن تلزقوها على الطاجن نفسه، او زي ده قوي تتقطع بسكينه عادي مفيش مشكله. والجزء اللي باقي ممكن تعملوه مثلا، تعملوه مثلا زي سمبوس كده، او تحشي جبنه وتنحط على رف البوتاجاز بتستوي معاها عادي، مفيش اي مشكله. انا الكميه الباقيه بتاعتي عملتها عيش جنب الطاجن، واروع عيش كلته والله. عملتها كده في الطاسه على راس البوتاجاز، قفلتها بالشكل ده. والحته اللي كانت بتفتح مني، لو هي متحمله بقفلها تاني، بلزقها في بعضها تاني. لو مش متحمله باخد حته من العجينه بتاعتي وبعمل لها زي ترقيع كده عادي، ما فيش اي مشكله خالص. هاجي بقى اجيب عندي معلقه نسكافيه، ومعلقه لبن بودره، وشويه، واحط لهم وازودهم بشويه ميه واقلبهم. وممكن اللي عايز يحط زبده عادي، وشويه سمسم وحبه البركه مفيش اي مشكله. انا كان في نيتي احط سمسم وحبه البركه، بس بصراحه نسيته. دهنت الوش كده بالشكل ده. ده بيديني بقى اللون الغامق الجميل اللي هو بيطلع زي بتاع المطاعم بالظبط. اساسا الوصفه دي وصفه مطاعم، مش وصفه كنا بناكلها قبل كده في المطاعم، هي وورقه اللحمه. جيت انا هنا بقى عشان اعمل الرز بتاعي. انا بعمل الرز بطريقه مختلفه شويه. انا بعمله بزيت بس في الاول. احمر في الشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي، بدايه اللون الذهبي، مش الذهبي خالص او غامق. اول ما تبدا تاخد اللون الذهبي اضيف لها الرز كده واعصجهم في بعض لحد ما احس ان الرزايه اتغلفت بالسمنه، وبدات كده يعني ايه، احس انها كده دبلت شويه. اقلب فيها كده لحد ما الكميه معايا احس انها خلاص امتزجت. زودت كده شعرة فلفل اسود، وزودت الملح بتاعي المطلوب على قد كميتي، وزودت الميه. حطيت العقد بتاعي اللي بيكفي رزي. كل رز غير التاني، في رز بياخد فيها رز بياخد ميه زياده، وفي رز بياخد ميه اقل. فانا كل واحد عارف عيار رزه. والاسلم في ناس بتحط الميه قد الرز بالظبط، يعني لو كوبايه رز كوبايه ميه كده، يعني على كل واحد على حسب رزيته برضو. انا رزي بياخد ميه زياده. انا هنا كده كان معايا ملوخيه مفرزنه. جيت كده جبت كوبايه 4 كوبايات شوربه، انا معايا كيسين. غليت فيهم فصين توم مدقوقين، وحطيت مكعب مرق الدجاج، مرقه فوريه.
طلعت كده الأكياس بالشكل ده. أول ما الشوربة غليت ضفت لهم الملوخية المفرزة. الملوخية بتاعتي الحمد لله ولله الحمد ما بتسقطش خالص، بس ماشية على الخطوة ديت وإن شاء الله مش تسقط من أي حد أبدا. نزلت الأكياس بالشكل ده وأقلبها بقى لحد ما أحس إن هي خلاص بقت هي والشوربة خلاص بقوا خدوا القوام التخين. ما استناش عليها لما تغلي، قبل ما تغلي ما تغليش خالص. اول ما تفك كده مني بقى وخلاص والشوربه تختفي واشيل الفوران اللي بيطلع فوق الوش ده، اقوم طفي على البوتاجاز وبس كده. على كده بقى خلاص كده استوت معايا، ما خليهاش تغلي خالص. لو غلت هتسقط ولونها هيبهت. لو عايزه بقى تحافظ عليها بلونها كده زي ما انا عملتها كده بالظبط. اول ما خلاص ما تدوب في شوربتها وتبقى قوامها تخين، تاخدي كده بالكبشه تعلي ايدك كده تلاقي قوامها تخين، خلاص توقف على كده. معايا هنا كده طاسه صغيره على النار، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي. الاسمر اللي في الطاسه ده فلفل اسود، انا بحط في السمنه بتاعتي فلفل اسود. حطيت معلقه حلوه كده سمنه بلدي، الملوخيه بتحب السمنه زياده شويه وبتحب الزيت. حطيت معلقه كبيره سمنه بلدي وحبه زيت، وحطيت الثوم بتاعي. اول ما خد اللون الذهبي حطيت له معلقه كزبره، واول ما كده خلاص يعني خلاص حسيت ان الكزبره خدت هي كمان اللون، ضفتها على الملوخيه. انا لو ما قلبتش الحله ديت بتني التقليه بتاعتي على او عايمه على الوش كده زي ما هي، وما بتنزلش خالص. انا اللي بقعد اقلب فيها علشان انزلها تحت وتاخد الطعم والريحه من بعضها. لو قعدت يومين اتنين بتناها كده بخضرها كده وجمالها كده. معايا بقى كده الرز هنا كده خلاص استوى عندي، جبت له كده معلقه السمنه البلدي وختمته بيها. بالتاني بقى ريحه الرز جميله، وريحه السمنه دناها فيها معتقه، وتبقى تعتبر انا بسميها بختم بيها الرز، بعتق بيها ريحه الرز. هنا كده الطواجن بتاعي كان طلع بقى من الفرن خلاص، وده العيش بتاعي هو اللي انا عملته في الطاسه جنب من نفس عجينه الغطا. الطاجن بتاعي طالع روعه روعه، اللهم لك الحمد. اللون معلقه النسكافيه باللبن مدياله لون تحفه، والطاجن نفسه جميل. بس شايفين بقى، شايفين السوا روعه. العجينه بتحافظ على لون الطاجن زي ما دخلته احسن، ولا لونه كده يغمق ولا كده ولا. بصهم اكن حاجه طالعه طبيعيه، مديله حتى اللون الذهبي كمان معاه. تحفه تحفه والله العظيم، طعمه روعه. انا بقى كنت المغرب جدا وقلت ادوق بقى ولا سوى اللحمه. طبعا انا حاطه اللحمه دي اقل من نص سوا. لما قفلته بالعجينه، الطاجن لما قفلته بالعجينه كمل السوا في منتهى الروعه. ولا الملوخيه بقى. انا بقى كنت لسه بفطر، وبصراحه مش قادره اقاوم جمال الاكل. مش قادره، معلقه ورا التانيه ورا التانيه فطرت وانا واقفه. هنا بقى كده كده بصبها لكم سوا اللحمه خطير. اللحمه طالعه مفككه من بعضها وواخده اللون البامبا كده او الزهري كده او الوردي، خطيره. ولا الرز بقى وطعمه وجماله، والله الاكل كله تحفه الحمد لله واللهم لك الحمد. الطاجن ده من اروع الوصفات، والله العظيم من اروع الوصفات. يعني بصم جميل 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 بمعنى جميل. تهيألي كده ان هو يفوق الباميه، والله العظيم خطير وهادي برضو. يعني هو اهدى من الباميه بالنسبه لي. انا مش هقول هو يعني مش ده، هو بصل وثوم وفلفل، لكن هو برضو جميل جميل جميل. والسكر بيهديه وبيخليه يعني ايه، بيبقى الحمو فيه بسيط مش كتير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.